السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم حزين على الكرة المصرية، خروج منتخبنا الوطني من كأس الأمم الأفريقية من الدور ال16 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية. احنا نستاهل النهاردة ان احنا نفوز؟ اكيد لا، احنا ما نستاهلش ان احنا نكسب. احنا ايه رايك في الاداء المذهل اللي قدمه منتخبنا خلال البطوله؟ ده منتخب ايه اللي قدم اداء قوي؟ منتخب مصر. مصر اداء قوي. انت بتتفرج على بطوله 2006 ولا 2008 ولا 2010 يا ابن اللعيبه، ولا ما اتفرجتش على بطوله؟ حلو قوي ده والله، اقسم بالله حلو الرد. خطوه وتاخر التسديد عشان الحارس يتحرك، لكن هنشوف بقى هنا الثبات، نشوف الرؤيه، نشوف التوقع عند اللاعب والحارس محمد ابو جاباسكي الركله الاولى لمنتخب الكونغو الديمقراطيه. الركله الاولى هيلعبها اللاعب موتوسامي رقم 8 وجاباسكي بالقدم اليسرى سدد في منتصف المرمى امامنا هنا، لكن وداها في الزاويه اليسرى على شمال محمد ابو جبل. تعال افرجك على الجون اللي فينا عشان تدرك مدى قله التركيز. انا لو جبت لك احنا دخل فينا 7 اجوان، حزن قسما بالله حزن. والاجوان اللي احنا جبناها اتفرج عليها، انا عايزك تراجع الاجوان اللي احنا جبناها، هي اهداف من بسم الله الصلاة على النبي على الله ان شاء الله. اتفرج يا باشا، انا هنا لومي كله على اللعيبه. ازاي لعيبه منتخب مصر في الليفل ده، انت بتلعب في الليفل ده والكوره طلعت اوت، رايحين يشاوروا للحكم، ثم بعديها اللعيبه الالعن وادلس اللعيبه رايحين يقولوا له والناس اللي على الخط روح بص على الفار. فار ايه يا اخوانا؟ فار ايه؟ مال الاوت بالفار؟ هي حالات الفار فيها حالات الفار من ضمنها الكرة طلعت اوت ولا لا؟ رايحين نعمل ايه احنا؟ ما نركز في الكرة ونلعب على الصفارة زي خلق الله، ده احنا منتخب مصر. اتفرج يا باشا، ده جون بلوشي. هل انا مكتوب عليا انا كمشجع لمنتخب مصر اقعد ل4 ماتشات كل ماتش اتاخر واقعد ارجع قدام موزمبيق بس بسم الله الرحمن الرحيم ابتدينا؟ هل انا مكتوب عليا كده؟ هل احنا مكتوب علينا الشقه يعني؟ شكلنا ما يديش ان احنا ينفع نتفرج على ماتش كوره؟ هل منتخب الكونغو اللي انت شفته النهارده ده منتخب مرعب؟ منتخب عادي جدا. الم الفرقه اللي موجوده دي بالصلاه على النبي، بس يبقى معانا دماغ ونكسب. انا لم ولن اقلل من لعيبه منتخبنا الوطني عشان بس تبقى يعني واضحه وصريحه. احساسي وشعوري وما قدموا اللعيبه ان هم لم يدخروا جهدا. حتى بقول لك اللعيب محمود حماده اللي الناس هتشيله الليله النهارده مش بتاعته. مدرب فجاه مره واحده قرر ان هو ينزله في الماتش ده. طب انا هقول لك على حاجه، بص كده وركز معايا. سؤال كل واحد دلوقتي قاعد في البيت بيساله، ايه اللي خلى ابو جبل يروح يلعب ضربه الجزاء الاخيره؟ عارف ليه ولا لا؟ بص انا ما راجعتش المعلومه، بقول لك من اللي انا شايفه، انا ما راجعتش المعلومه. عد عدد لعيبه منتخب مصر بالبطاقه الحمراء اللي احنا اخدناها، احنا كنا بنلعب 10، في لعيب واحد ما اتشاطش، مهند لاشين. انا سبت مهند لاشين ل4 ماتشات ما بلعبوش، وجاي انزله في الاكسترا تايم وانا داخل على ضربات الترجيح، وما هنش على حد يقول له على الدكه خد بالك مهند ما بيلعبش ضربات ترجيح، علشان مهند ضيع ضربه جزاء قبل كده مع المنتخب، ونفسيا مش هيروح للكره دي لو سما انطبت على الارض. هل ده طبيعي يا جماعه؟ هل ده طبيعي؟ هل وانا شايف كل ده طبيعي؟